البث المباشر لمباراة الزمالك وبلدية المحلة. الدقيقة الثانية من المباراة، تسلل علي خوان لاعب الزمالك. الدقيقة الثالثة، الحكم يشير بطاقة صفراء لمحمود علاء لاعب بلدية المحلة. الدقيقة الرابعة، ضربة ثابتة لصالح الزمالك يتصدى لها دفاع بلدية المحلة. الدقيقة السادسة، تسديدة من لاعب بلدية المحلة تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك. الدقيقة الثامنة، خطأ لصالح دفاع بلدية المحلة. الدقيقة 9، خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب لصالح خوان. الدقيقة 11، خطأ لصالح أحمد الشريف لاعب الزمالك. الدقيقة 12، مباراة هادئة من جانب كلا الفريقين. الدقيقة 14، هجمة مرتدة لصالح الزمالك لكن دفاع بلدية المحلة تصدى الكرة. دقيقة 16، الزمالك يحاول فرض أسلوبه على مجريات المباراة. الدقيقة 18، تراجع فيه من بلدية المحلة للدفاع لمواجهة الزمالك. الدقيقة 21، هجمة لصالح الزمالك تصدى لها دفاع بلدية المحلة وخرجت ركنية لصالح الزمالك. الدقيقة 22، رأسية من محمود جهاد وصلت سهلة في يد حارس بلدية المحلة. الدقيقة 24، ركنية لصالح بلدية المحلة يتصدى لها دفاع الزمالك وتنتهي بتسديدة من بلدية المحلة تصل سهلة في يد عواد. الدقيقة 26، خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب. الدقيقة 29، خطأ لصالح أحمد الشريف لاعب الزمالك ثم يسقط بعد ذلك سقوطه على يد والجهاز الطبي يدخل لعلاجه. الدقيقة 30، أحمد الشريف يخرج من المباراة ممسكا بيده مع الجهاز الطبي. دقيقة 31، ضربة ثابتة للزمالك ترسل داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بلدية المحلة. الدقيقة 32، الزمالك يسعى لتسجيل هدف أول قبل نهاية الشوط. الدقيقة 35، تستأنف المباراة مرة أخرى بعد فترة توقف بقرار من الحكم. الدقيقة 36، الحكم يشعر بطاقة صفراء لمؤمن إبراهيم لاعب بلدية المحلة. الدقيقة 37، تسديدة من بيريز تصدم بدفاع بلدية المحلة وتصل سهلة في يد الحارس أحمد شوقي. الدقيقة 39، تسلل على لاعب بلدية المحلة. الدقيقة 40، ينطلق بالكرة لكن مدافع بلدية المحلة يقطع الكرة من أمام بزيرة ثم سقط البرازيلي بعد ذلك دخل منطقة الجزاء. الدقيقة 32، سيطرة من الزمالك على مجريات المباراة. الدقيقة 44، تسديدة من ناصر منسي يتصدى لها حارس بلدية المحلة. الدقيقة 45، عرضية من محمد طارق تخرج مباشرة إلى خارج الملعب. الهدف الأول في الدقيقة 45+1، الهدف الأول لناصر المنسي للزمالك، وبكده النتيجة 1-0 للزمالك في الدقيقة 45+1. هدف رائع، تمريرة من أحمد شريف خلف دفاعات بلدية المحلة استلمها ناصر منسي ولعبها من فوق حارس البلدية ثم سددها بعد ذلك إلى داخل الشباك. وبكده في الشوط الأول الزمالك 1-0، الزمالك 1 وبلدية المحلة 0. المباراة المقامة في استاد المقاولين العرب. البث المباشر للمباراة لا تنسوا الاشتراك في القناة.